السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم جبت لكم معايا فيديو هايل للعيد. اهلا وسهلا بكم البنات. بما انه قريب العيد قلت علاش ما نبارطاجيش معكم حلوه العيد. راني جبت لكم حلوه تاع العيد تجي ياسر تهبل. بون جربوها وما تنساوش تخلوا لي جيم في لا فيديو. وطبعا لاول مره في القناه نقول اهلا وسهلا بك معايا. بون هذه حلوه الجلاجلانيه واش نحتاجو فيها؟ نحتاجو فيها الزبده. دون انا درت غير كونتيتي صغيره، تحبي تكثري يا مدام. بون هنا درت الزبده تكون طريه على حسب درجه المطبخ، بما انه الصيف ديجا الزبده ثمثم تذوب. بون هنايا درت لها كاس ماشي معمر تاع سكر كلاصي، نخلطوها كامل مع بعضها. طبعا اللي عندها الميكسور تستعمل ميكسور، راح يساعدها اكثر. انا ماشي متوفر عندي. بون هنا خلطتهم كامل مع بعضهم. ابخي واش غادي نزيد الحبه تاع بيض تكون ثاني على درجه المطبخ، ونخلطها كامل مع دوك المكونات مع بعضهم. هنا البنات بعد ما خلطت كامل هذوك المكونات بالفوي، ابخي راح نزيد 3 معالق كبار تاع الزيت. ونبدا نخلط في بعضهم مع بعضهم هكا كيما راكم تشوفوا البنات. يعني الصوره راكم تشوفوا فيها وتلاحظوا فيها البنات. بون هذه البنات وصفه هايله تاع الصح وتجي معسله. مع ديما نقول لكم غير جربوها وشربوها مع كاس تاع حليب وكاس تاع قهوه تجي روعه. هنا درت البنات هنا ثاني مكسرات، تحبوا تضيفوا اي مكسرات عندكم، الكاوكاو. يعني المكسرات اللي كانت عندكم. انا ضفت هنا الكاوكاو، وكانت عندي شويه تاع جلجل كنت محمصاتو، ضفته ليها. خلطته مع الكاوكاو وضفته هنا. خلط كامل المكونات كما راكم تلاحظوا البنات. يعني نحرك غير بشويه. ومن بعد البنات هنا واش راح نديرو هنايا؟ هنا رايحين نديرو الملعقه صغيره تاع لافاني. طبعا هي نورمالمون لافاني يضيفوها من الاول، مي انا نسيتها دروك درتها. وخلطي مادام خلطي حتى يتجانسوا دوك المكونات مع بعضهم. هنا حبيباتي نبدا نضيف الفرينه. يعني الفرينه، انا ضفت 2 قرافه تاع فرينه. ماذا بكم العجينه تكون طريه ياسر، ماشي زعما العجينه تكون يابسه، فهمتوا؟ هنا ضفت الفرينه وضفت ملعقه تاع خميره تاع الكاطو. طبعا نخلط كامل هذو المكونات مع بعضهم حتى وين تحصلوا على عجينه تكون طريه. اوكي. وكل وحده والفرينه تاعها، كاينه الفرينه اللي تشرب وكاينه الفرينه اللي ما تشربش. يعني كل وحده زعما انت راكي راح تتحكمي في العجينه تاعك، المهم تكون طريه ما تكونش ياسر يابسه. اوكي. هنا البنات هذه هي العجينه اللي تحصلت عليها. يعني كما قلت لكم لازم تكون طريه. هنا جبت جلجلان، يعني جبته ابيض ماشي محمص. اوكي. خاطشي علاه راح ندخلها في الفور ويطيب فيه هذاك الجلجلان، واكيد راح يتحمر وراح يتحمص لي. بون هنا راح نشكلها كويرات، وذوك الكويرات كما قلت لكم علاه درناها طريه خاطشي باش ندخلوا فيها جلجلان كما قلت لكم. ونبدا ندير في ذوك الدويرات. تحبوا اللي عندها ميزان تخدم بالميزان، واللي ما عندهاش ميزان تخدم على قيس عينها وصاي. دو انا خدمت على قيس عيني وصاي. المهم تحطوها في هذاك الجلجلان وترمدوها، ومن بعد تحطوها في لي كيسات. يعني كيسات انا ما كانوش متوفرين عندي، كانوا غير عندي هذو تاع المادلين استعملتهم. بون استعملتهم لي كيسات صغيرين. هذه هي كما راكم تلاحظوا. نخليكم تشوفوا في الفيديو، راه كل حاجه باينه في الفيديو. هنا بعد ما رميتهم كامل درتهم في الكيسات. بون هنا راح ندخلوهم الفور على درجه 150 درجه، وتخلوا عليهم يطيبوا وطيبوهم لتحت، ومن بعد شعلوهم الفوق باش يحمروا ياخذوا اللون هذاك الاحمر. بون هنا واش راح نديروا البنات؟ هنا راح نديروا لها العسل، وهو الكاطو وين يكون سخون نديروا له العسل باش يشرب اكيد. ندير لهم كامل كاع العسل، ومن بعد نقدموهم في الصحن التقديم. هذه كانت النتيجة تاع حلوة الجلجلان. تجي هايلة 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 البنات، جربوها ماكمش رايحين تندموا. واكيد ان شاء الله يدخل علينا العيد بالصحة والعافية ان شاء الله. وان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد ووصفة جديدة تاع من الحلويات العيد ان شاء الله، مبسطة وسهلة وتقدروا كامل ديروها. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، وما تنساوش تخلوا لي جيم في الفيديو وتخلوا لي تعليق شباب. ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.